هاي أنا آية وسألت شيف شاهين كيف فينا نطور الهريس الإماراتي؟ يابا بسم الله نبلش. حتى نسوي الهريس مالتنا راح نخلي شويه هوايه سمنه، نضيف فوقها البصل، يذبل شويه البصل، نخلي البهارات مالتنا، نخلي فوقها حب الهريس، صدرين دجاج. انا إذا اسوي هريس دجاج، نكتم قدر الضغط مالتنا، وتقريبا بعد ساعه وربع شميت ريحه حرق. نفتح القدر، اوبس احترق الهريس مالتنا. قبل ما تشوفنا دعاء راح نسوي واحد من جديد. جينا نكتم جدر الضغط مالتنا، طلع الصمام منفجر وخربان. المهم طبخناه بالكهربائي، شكله حلو وطعمه يخبل. راح نشيله ونخليه بالعجانه مالتنا ونعجنه على اعلى سرعه. ناخذ الهريس ونحطه بالقالب، راح نغلفه ونخليه بالتجميد. بوم، راح نقلبه، راح نقطع على شكل مستطيلات، وهمين راح نسوي على شكل مربعات. راح نخليها بالطحين، بيض، فتات خبز، ونخليهم كلهم على صفحه. نقليهم بالزيت، نطلعهم، ناخذ طبق الهريس مالتنا ونقلبه. للمكعبات راح نخلي بصل مكرمل فوقاها، وجبن الشامي الاماراتي سويناه على شكل صوص، شويه شايفز، ونخليهم على الطبق مالتنا. وراح نسوي نفس الطريقه للمستطيلات، بس راح يكونون بهذا الشكل. هسه راح نصيح آية تجي تجرب الهريس المطور. انا جربته انا كلش احب الهريس، وهسه صار بي قرمشه من لوحه الجبن الشامي ويا حلاوه البصل بيرفكت. انتوا اي واحد حبيتوا، المربعات للمستطيلات، وشنو حابين نطور مره ثانيه في مال الله.